علاقة أولادنا بالقرآن إحنا كأسرة لينا دور في تنميتها. من سن 3 سنين بنبقى حريصين إن إحنا نحفظ ولادنا القرآن، ودي حاجة صح، وكمان بتنمي عندهم حصيلة لغوية ومخارج حروف صحيحة. كمان ممكن نحكي لهم قصص الأنبياء بطريقة طفولية كرتونية. من سن 6 ل9 سنين لازم نخليه يركز على قراءة القرآن كله وسماعه بطريقة صحيحة. يعني تركيزنا ما يبقاش على ان هو بيحفظ القرآن، على قد ما نكون نركز ان هو يقرأ القرآن كله صح ويفهم معنى مفردات الكلمة. في ولاد بيطلعوا في سن كبير 20 سنة وأكبر بيبقوا حافظين القرآن بس مش عارفين معنى الكلمة، زي مثلا كلمة غاسق معناها ايه، كلمة وقب معناها ايه. وهنا بقول معنى الكلمات مش تفسير القرآن. حلو ان احنا في السن ده نحكي له قصص القرآن المختلفة، يقراها ويسمعها، تتحكى له بوعي وبطريقة الكبار. حتى لو هو مش فاهمها هيبتدي يسأل ويستفسر ويحلل، وده هيزيد فهمه وإدراكه. كمان مفروض يبتدي يتعلم آداب القرآن، زي لا يسخر قوم من قوم، ولا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أي آداب مفروض إن هو يتأدب بيها في المرحلة الجاية من عمره، مفروض إن هو يتعلمها من القرآن. من سن 10 سنوات لغاية 13 14 سنة هو مفروض بيعرف خلاص يقرأ كل القرآن، فلازم تساعديه انتي أو باباه إنه يكون له ورد كل يوم، صفحة أو صفحتين من القرآن، ودايما شاركيه في القراءة. ابتدوا طلعوا من الآيات إيه هي المحرمات، إيه هي الأوامر، إيه هي النواهي، إيه هي الحدود. علميه يسجلها ويعملها زي نشاط في لوحة يعلقها في أوضته، كل يوم يضيف ليها، أو جدول يعمله على الكمبيوتر وآخر الأسبوع يطبعه ويعلقه. الأطفال في السن ده بتحب النوع ده من الأنشطة، والحاجات دي لما بيطلعها حتى لو هو مش مدرك معانيها في سنه ده، إنما هي مهمة، بتعمل عنده زي داتا كده متخزنة عنده. انتي عارفة الأنشطة اللي بقولك عليها دي بتاخد منك سنين، علشان كده بقولك من سن 10 ل13 أو 14 سنة. يعني القرآن 604 صفحة، لو كل يوم صفحتين يعني هتخلصوهم في 300 يوم، يعني سنة تقريبا. في أيام بيبقى فيه تفاعل بينكوا زيادة وتقدروا تاخدوا وقت أكتر، وفي أيام بتبقوا مشغولين. لما تقعدي تعيديها سنة كمان سنة كمان سنة، ده نوع من أنواع التربية على القرآن. بتعودي ابنك إنه يكون له ورد، ويذكروا ان في قواعد في القرآن لازم ينتبه لها وهو بيقرأ. انتي نفسك هتستفادي جدا. واعرفي ان البنيان الكبير دايما بيبدأ بطوبة صغيرة، طوبة ورا طوبة مع التكرار اليومي بيبقى مبنى كبير وضخم. من سن 14 ل 18 ده سن مراهقة، بيبتدي فيه يخرج للمجتمع وتأثير صحابه فيه بيزيد. بيبتدي يدور هو على الاستقلالية ويبقى له رأي خاص بيه. لو انتي صاحبته او باباه، وهو ده المفروض بصراحة ان باباه يكون صاحبه في السن ده، مفروض ان هو يفهمه ازاي يطبق قواعد وامور دينه اللي هو عرفها في حياته اليومية، ودي اهم مرحلة. يعني لو انتي صاحبته واخر اليوم بتقعدوا تحكوا مع بعض تفاصيل يومكم، هو صريح معاكي وبيحكي لك التفاصيل، فانتي ممكن توجهيه لايه الصح وايه الغلط. طب لو هو بيخبي عليكي حاجات وحاسس انها غلط بس مش عايز يقولك، لما انت بقى بتقولي له انا اتصرفت النهارده غلط في كذا وكنت مفروض اعمل كذا، او انا النهارده ما ردتش على فلانه لما ضايقتني بنيه الاصلاح او بنيه جبر الخاطر او بنيه الاحسان، ساعتها هيبتدي يتعلم ازاي يحاسب نفسه كل يوم على افعاله سواء كانت صغيره او كبيره، وازاي يعدلها، وازاي ينفذ السلوكيات والقواعد القرآنيه اللي هو طلعها في حياته اليوميه.